الجواز بقى صعب، والمحافظة عليه بقت أصعب وأصعب، ومع الوقت الموضوع بيزيد صعوبة. ليه معدلات الطلاق بقت في ارتفاع مستمر؟ سنة 1890 نسبة الطلاق كانت بس 10%، وفي 1950 وصلت نسبة الطلاق ل 30%، وفي سنة 1990 ف67% من الجوازات انتهت بالطلاق. والنهاردة الجواز بقى مجرد تجربة مؤقتة. طيب ليه ده بيحصل؟ المشكلة عند مين بالظبط؟ زمان كان في ضغوط اجتماعية بتخلي الست تكمل في الجواز حتى لو مش مريح، يعني زي نظرة المجتمع للمرأة المطلقة مثلا، أو اعتمادها المادي على الراجل. لكن دلوقتي الموضوع اختلف. دلوقتي العلاقات بقت مبنية على الحب والتفاهم، ولو الحاجتين دول فيهم خلل فالعلاقة بتنتهي بسرعة. لكن الحقيقة إن ده مش السبب الوحيد. في سبب تاني مهم جدا وخطير جدا جدا، وهو قلة الذكاء العاطفي. من واحنا صغيرين والولاد بيتعلموا انهم ما يعبروش عن مشاعرهم بشكل كافي، زي لما كان بيتقال للطفل ما تعيطش، مفيش راجل بيعيط. اما البنات فعلى العكس تماما، كانوا بيتشجعوا انهم يعبروا عن مشاعرهم ويتكلموا عنها. الفرق ده بيبان لما يكبروا. الست بتعرف تتكلم وتعبر عن اللي جواها، لكن الراجل مش متعود على ده، فلما يحصل خلاف هي بتبقى عايزة تتكلم وتحل المشكلة، لكن هو بيحس انه مش قادر يجاري ده، فبيضطر يهرب، وده بيزود المشكلة اكتر. في بداية الجواز الرجالة بتكون بتتكلم، لكن مع الوقت الكلام بيقل، وده لأن الرجالة بطبعهم مش بيدققوا في التفاصيل الصغيرة، أما الستات فبيحبوا يناقشوا المشاعر والمشاكل. دراسة اتعملت على 264 زوج وزوجة، لقيت إن أهم حاجة بتخلي الست سعيدة هي التواصل العاطفي مع جوزها. المشكلة إن الرجالة مش بيشوفوا التواصل العاطفي ده بنفس الطريقة، يعني هو ممكن يعبر عن حبه بأفعال زي إنه يصلح حاجة في البيت مثلا، لكن إنه يتكلم عن ده أو يعبر بالكلام فلا، هو ما بيقدرش يعمل ده. دكتور جون جوتمان، عالم نفسي في جامعة واشنطن، درس بعض العلاقات الزوجية لمدة 20 سنة، وقدر يتوقع انهيار الجواز فيها بنسبة 94%. ده لأنه اكتشف 4 إشارات قاتلة بتدل على ده. 1. النقد القاسي، يعني بدل ما نقول أنا زعلان إنك اتأخرت، نقول أنت أناني، أنت مش بتحترمني، يعني بنحول الشكوى لهجوم شخصي. 2. الاحتقار، يعني لما طرف يعامل التاني على إنه أقل منه، سواء بالسخرية أو نبرة الصوت أو حتى النظرات، وده مش بس بيهد العلاقة لكنه كمان بيأثر على الصحة النفسية والجسدية للفرد. 3. الدفاعية، أنت عمرك ما بتساعدني، فبدل ما يحلوا المشكلة بيتحولوا لفريقين بينهم حرب كلامية شرسة. 4. التجاهل، لما حد يقفل على نفسه وما يتكلمش خالص، وده أخطر مرحلة لأنه معناه إن العلاقة بتتحول لصمت مميت. طيب والحل؟ إزاي نحمي الجواز؟ الموضوع مش مستحيل، لكنه محتاج وعي وشوية ذكاء عاطفي. بدل ما نهاجم نحاول نعبر عن مشاعرنا بوضوح، يعني بدل ما نقول أنت كسول نقدر نقول أنا محتاج مساعدتك في كذا. الاحترام قبل أي حاجة، حتى لو متعصبين لازم نحافظ على احترامنا لبعض. ما نخليش الغضب يوصل أبدا للاحتقار، لأن الاحتقار بيساوي نهاية العلاقة. ما نهربش من المواجهة، لكن نحاول نحلها بهدوء. مش معنى ان في جوازة ناجحة انها ما فيهاش مشاكل، لكن معناه انهم بيقدروا يتعاملوا مع المشاكل بالطريقة الصح. الجواز مش ساحة حرب، الجواز شراكة. مش لازم نتفق على كل حاجة، لكن لازم نحترم بعض، نفهم اختلافاتنا، ونعرف ازاي نحل المشاكل بطريقة ذكية. الجواز السعيد مش انك ما تتخانقش، الجواز السعيد هو انك تعرف تتخانق صح. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.